مش عارف صاحبتي مين. صاحبتي سانشي ولا سانشي الا ربع؟ طولها قد ايه سانشي دي؟ عملت ايه يا فخت؟ عملت ايه بخت؟ ولا عملت ايه بخت؟ طمع ايه؟ مش هاجي معاك يا احمد، انا هفضل واقفه هنا. انت واقفه جنب الثلاجه ليه؟ ها؟ هي في دقيقه، ما تسيبي الثلاجه بعد اذنك. حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اخيرا رجعنا فيديو جديد، حلقه جديده من برنامج ليه. قبل اي حاجه عشان انا ما بحبش ارد على الانتقادات في الكومنتات، فانا بحب ارد في الفيديو اللي بعده. اتعودوا على الموضوع ده. الفيديو اللي فات انا عملت رياكت على شخص اسمه دكتور مش فاكر ايه، المهم ان هو بيقدم فيديوهات تحفيز وموتيفيشن وحاجات من دي. انا اتبعت لي الفيديو، دخلت على الفيديو، انا ما اعرفش مين الصراحه الدكتور ده، انا ما شفتوش قبل كده. اتبعت لي الفيديو، دخلت على الفيديو، قلت ابص على الكومنتات، لقيت ما شاء الله كل الكومنتات بتقول كلام زي الزفت على الفيديو. يعني مش انا الوحيد اللي شايف الفيديو اوفر وشايف ان دي مش طريقه حلوه ان انت تقدم بيها فيديوهات تحفيز. فايا كان بقى الشخص محبوب، الشخص مكروه، الشخص حلو، الشخص وحش، انا ليا الفيديو اللي انا برياكت عليه وانا ما بحبش اطبل. فانا من وجهه نظري انا شايف ان الفيديو ده طريقه مش لذيذه خالص ان انت تحفز حد بيها، كده مش هيستوعب المعلومه. فعملت رياكت على الفيديو. فالناس بقى انت ازاي والتتوش، لا بقول لك ايه، فك. انتوا لو دخلتوا على الفيديو ده على الانستجرام مش هتلاقوا كومنت واحد حلو. ده اللي انا كنت عايز اقوله. فانا زي ما قلت لكم مش كل شخص هعمل رياكت عليه هجيب اصله وفصله وعنوانه ومراته طلقها ليه وماليش دعوه. انا الناس بتبعت لي الفيديو بحس ان الفيديو مستاهل رياكت، ايا كان مين الشخص بعمل عليه رياكت. خلصانه؟ الفيديو ده الحقيقه انا مش هقول لكم اعملوا لايك ليه؟ لان الفيديوهات ما شاء الله بتجيب 30,000 مشاهده، الاقي اللي عاملين لايك 1500، اللي هو ما كملوش تمن، ما كملوش تلت، ما كملوش فسوه. خلاص انا مش هقول اللي يعملوا لايك، اللي عايز يعمل لايك اعمل، اللي مش عايز يعمل برضه عادي مفيش مشكله. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. يلا بينا نستعد عشان معانا فيديوهات وقصص ضايب نار. خش بينا يا ابني على اول فيديو. طلعت بسرعه استخبي بسرعه. يعني انت يوم لما مراتك تخش عليك وانت معاك واحده تخبيها في الثلاجه، ما كده هتجمد منك. يلا في الحاله دي هتحط لها تيكت لزق للصلاحيه بقى ولا هتحط عليها مواد حافظه؟ ايه يا احمد مالك؟ انت بتعمل ايه؟ انا يا لهوي، ده انا هموت من التلج. الله يخرب. كنت جاي من جوه، وقعت على الارض. طيب ماشي. دي جايه من بره تفتح الثلاجه على طول، انت فاهم؟ ما فيش اي بقى انا جايه داخله على الثلاجه. انت بتفتح الثلاجه ليه؟ هتجيب منها ايه بودز؟ ما تسيبها يا ابني تفتح الثلاجه يا ابني. ايه يا احمد مالك؟ عايز اجيب ميه عطشانه. لا عطشانه؟ انا شلت منها الميه كلها، الميه كلها في قلب الثلاجه، انا شلتها. شلت الميه وديتها فين؟ انا مش فاكر حاجه، انا مش فاكر حاجه. بص انا شلت حاجه من الثلاجه وحطيت حاجه في الثلاجه وشلت حاجه من البوتاجاز حطيتها في الميكرويف. انت عايز ايه دلوقتي؟ جبت ميه معدنيه. طيب فين الميه المعدنيه اللي قلت لي عليها؟ ميه معدنيه في المطبخ جوه، في المطبخ. تعالى اجيب لك ميه معدنيه. ما تدخل انت جيبها يا احمد. خش اجيبها. يا نهار اسود، انا هعمل ايه؟ الثلاجه ما بتحبش حد يقف جنبها، بعد اذنك تعالي معايا. وايه اللي يا نهار اسود؟ وفي ايه في الثلاجه بالظبط؟ انا مش فاهمه. ثلاجه ايه؟ ما فيش. كنت جايبها الراجل اللي بيصلح بتاع الثلاجه، الراجل اللي بيصلح ايوه الثلاجه قال ان الثلاجه ما تنفعش تتفتح دلوقتي بعد ما يصلحها لا الا بربع ساعه. لبوز انت عارف احنا جبناها يعني بعد طلوع. ايه كل اللي انت بتقوله ده؟ انا عطشانه، بقول لك عطشانه. كنت طمع ايه؟ مش هاجي معاك يا احمد، انا هفضل واقفه هنا. انت واقفه جنب الثلاجه ليه؟ ها؟ هي في دقيقه، ما تسيبي الثلاجه بعد اذنك. في ايه يعني؟ هيكون في ايه يعني؟ هيكون في ايه؟ ما انا بقى عايزه افهم في ايه بالظبط. تعالى قول. امشي امشي خلاص، مش عايزه افتح الثلاجه. احمد فين الميه يا احمد؟ ايه؟ الميه حاضر. ايه ده؟ هي مش الثلاجه كانت لسه هناك دلوقتي؟ ايه اللي جابها المطبخ؟ ما تدوخناش معاكم بقى. عاوز حاجه يا حبيبي؟ انا رايحه اقعد عند صاحبتي شويه. لا يا حبيبتي، عايز سلامتك، مع الف سلامه. باي. لا ثواني كده بعد اذنكم نفهم بس. انا عايز اعرف ايه الحبل السوري اللي نازل منها ده؟ مش ده المفروض بيتقطع وقت الولاده ولا ايه؟ اتفضلي انت يا حبيبتي، انا هقفل الباب وراك. ماشي يا حبيبي، يلا سلام. يا اسطى بعد اذنك انت ليه بتعملها على انها مكنه كاشير؟ ايه كميه الورق ده؟ ده اطول بون شفته في حياتي. يعني هي مشيت كل ده وما حسيتش ان في ورق شابك في البنطلون من جوه؟ هو موصلينه فين؟ المهم انا سامع صوت الورق من عندي، يعني احترموا عقولنا. يا مجرمه يا شقوطه، بتخونيه مع جاركم الضي اللي تحتكم. المشكله ان هي بتخونوه مع عيل عايز تغذيه اصلا، فهتخلصي عليه ليه كده؟
ما حسوش بحاجه. ده عقبال ما يجيب اخر البون ده هيلاقي الحساب قد كده، انت متخيل؟ لم يا حبيبي لم. علي علي يا داليا. يعني لو كان اسلام يا داليا عادي، انما علي يا داليا انا اتصدمت. خد بس يا حمص، انت هتسيب الفيديو رايح فين؟ مين هيحاسب على الكلام ده كله؟ المره دي ذاكرت وجبت لكم الجزء الثاني، اصل كل فيديو بيعملوه دقيقه اعتقد. ايه يا قلبي؟ ايه يا بنت قلبي؟ جبت مع صاحبتك؟ اه طبعا، ده احنا قعدنا اكلنا لب بقى وزداني وشربنا عصير واتبسطت قوي قوي عندها يا عبد. طبعا يا عبدو، جابت لب وعصير وكانت اتبسطت يا عبدو، المهم ان هي اتبسطت. انت باينك بتحب صاحبتك دي قوي. بحبها قوي قوي يعني، بس بحبك انت اكتر. اللي صاحبتك دي مين؟ اصل انا مش واخد بالي منها يعني. ايه ده؟ مش عارف صاحبتي مين؟ صاحبتي سانشي ولا سانشي الا ربع؟ طولها قد ايه سانشي دي؟ تقريبا دي اسمها الحقيقي عليا. عليا صح؟ يا فراشة عليك يا عبدو. يلا بقى انا هخش اقعد في الاوضه كده شويه عشان انا راجعه. بص لا تخش في الاوضه تعملي ايه؟ انت تخشي تاخدي شاور الاول يا معفنه. النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في عام على اسم حيوان، عام ايه؟ عامل فيه حامل فيه. مين يابا اللي حامل فيه؟ هو ايه اللي حامل فيه؟ حامل فيه ايه يابا؟ بتقول لك عامل فيه. الله يخرب بيوتكم انتوا جنات. صباحيه مباركه يا عريس، الف مبروك. ايه ده؟ بنتي! انت عملت ايه في البنت؟ عملت ايه يا فخر؟ ايه ده؟ الولد اللي دخل اخيه ده جنايه بجد، انا عايز اشوفه تاني بعد كده نعلق. في البنت عملت ايه يا فخر؟ عملت ايه في اختي؟ ولا عملت ايه في اختي؟ بنتي اسمع عليكي حبيبه قلبي. ايه يا بنتي؟ ايه اللي نايمك النومه دي؟ يا جماعه عادي، البنت نايمه على ركنه، مش مشكله، في ايه؟ انت عملت ايه في بنتي؟ انت عملت ايه في البنت؟ قول انت عملت ايه عشان مش هسيبك النهارده. يا ابني بقى ابعد الواد ده كوميدي، مش هينفع في الدور ده خالص. يا جماعه الدخله دي ما حصلش حاجه، الكل ده في ايه مالكم؟ امال عملت ايه في البيت؟ انت عمل فيك ايه يا حبيبتي؟ ما عملش حاجه يا ماما، مفيش حاجه، اهدي. امال انت نايمه كده ليه بالفستان؟ في عروسه ليله صباحيتها تنام بالفستان؟ يا ست ايه المشكله؟ ما يمكن حبوا الموضوع وهم لابسين، انت مالك في ايه يا حاجه؟ ماما انا بس هبطت من الفرح وكده وجيت نمت، ما حسيتش بنفسي، مفيش حاجه. لا وشك وشكلك وعينيكي بيقولوا غير كده. انا مش مطمن، في حاجه غريبه انا لازم اعرفها. مفيش حاجه يا خالد والله، بس كنت تعبانه ونمت ما حسيتش. وده طبيعي يعني؟ ما كنت تعبانه، نمت ما عرفتش اغير حتى. خالد يا جدعان عصبي، ما خلوش خالد يخرج عن شو، عشان خالد مجنون هيعضعض وشه، والله خالد هيعضعض وشه. ماما قولي لي يا حبيبتي، المجرم ده عمل فيكي ايه؟ ما عملش حاجه يا ماما، مفيش. خلاص يا ماما، قال لك ما عملش حاجه، خلاص قال لك ما عملش حاجه، انت مصممه يعمل، انت كنت عايزاه يعمل يا ماما يا قليله الادب. انتوا مبسوطين؟ يعني انتوا قاعدين ناس بتحلقوا ان هي يبقى على وشكوا كده عادي مبسوطين؟ اي حد ينطي على وشك كده ما عندكش مشكله؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ مش بعمل حاجه. مش بعمل حاجه، الفلاش ده عشان النور قاطع بس. هات التليفون ده. لا هات التليفون ده. انت بتعمل ايه؟ بنور، مش بقول لك الدنيا ضلمه. نور ايه؟ اصل نورك عميل. انت يالا عبيط ولا مجنون ولا فيك ايه؟ لا اصل انت لابس اسود، فانا فكرت بقى ان النور قطع فبنور عشان مش شايف. لا ده انت باين عليك بقى مجنون ومش طبيعي. طب ما تاخديني تعقليني، مش انا مجنون؟ خليني عادي. ولا كده هتاخدك ترضعك، يا لو هتكون فاكر ان هي كده هتاخدك يعني خلاص هتعجبها يعني. مش انا بقول لك انت شكلك مجنون ولا عبيط؟ اصل الصراحه انا اتصدمت عشان استاذ مدحت صالح كان قايل ان النور مكانه في القلوب مش الوجوه. ولا انت وقعدوني في الشراب يالا، مش كده يخرب بيتك هتفقعهم لي. لا ده انت فعلا شكلك عبيط بقى. طب بقول لك بس يا استاذه، طب اسمك ايه؟ خلي بالك هجيبك من على الجيبي بس. هتجيبها من على ايه؟ لا الجيبي بس، وافرض ما لقيتهاش على الجيبي بس بقى. اعرف اجيبك من وشك. لا الموضوع ده بقى مش هينفع ان يتسكت عليه. طبعا ما دام دخل في الجيبي بس يبقى احنا كده خلاص محدش ضامن عمر. هتفضل انت متبقي في الرايحه وفي الجايه. بص علي العبيط، هو عنده حس فوتوغرافر، يعني الحركه دي بتاعت مجدي فلاش دي، هو في كادر معين عايز يوصله. اكبر غلطه في حياتي اني ما شلتش عيباتي. احلقي يا معفنه، احلقي يا منتنه شفره بجنيه ونص، نضفي الجلخ ده. انا وجده لما ماما تسيبني اقعد معاه. ياللي غافي معاك الناس، ده انت
ده اللي هو ازاي يعني؟ وبعدين ماما سايباكي تقعدي معاه مش تقعدي عليه، وانت يا جدو هتجيب بدون صحه لكل ده؟ انت ميت كلينيكيا اصلا. حاسس ان الفيديو بتاع النهارده كان قصير شويه بتهيألي بالنسبه للفتره اللي فاتت. ما شاء الله بنعمل 16 دقيقه و18 دقيقه والدنيا حلوه. قولوا لي صحيح حابين نطول في وقت الفيديو ولا نخلي الفيديو اخر 10 دقايق؟ انا كده هسبب الحب بس قلت اخد رايكم يعني. الفيديو بتاع النهارده خلص، اتمنى الفيديو يكون عجبك، وزي ما قلت انا مش هقول لحد يعمل لايك، اللي عايز يعمل يعمل. تعالى عندي على الانستجرام عشان في ريلز كتير جدا انت ما بتشوفهاش، ده غير اكونت القابل، انا بعمل محتوى قابل، مش عارف انتوا عندكم علم اساسا ولا لا. البيج دي سايبها لكم برده تحت، والانستجرام بتاعها تحت. نلتقي، حلو نلتقي بدل نتقابل، ماشي شغال على فيديو جديد بألف خير. السلام عليكم.